في سؤال جالي مهم جدا، ازاي اخلي الكلاينت يجي لي وما يروحش لحد تاني؟ السؤال ده من الأسئلة اللي دايما بتخطر في بال أي حد صاحب شغل، سواء بيعمل من أول ما الصنايعي اللي بيشتغل لحد صاحب أكبر شركة في الدنيا، إزاي يخلي الكلاينت يجيلي وما يروحش لحد تاني. الكلام ده كله ترجمه أو يمكن شوية ترجمته كلها أو اللي هيصب في الآخر ليه هو إزاي أنت تكريت فاليو، العميل يحس إن هو بيكستند أو بيكستشينج الفلوس بتاعته قصاد فاليو اكبر من الفلوس اللي هي المفروض ان هو يحتفظ بيها. يعني ببساطه جدا دي 200 جنيه اهي. ال 200 جنيه دي لو انت قلت لك كوبايه القهوه دي ب 200 جنيه هتشتريها؟ لا. ليه؟ لان الفاليو بتاعت ال 200 جنيه اكبر بكتير جدا من كوبايه القهوه. طيب لو انا قلت لك في موبايل، الموبايل ده انا هديهولك قصاد ال 200 جنيه، فانت ساعتها هتعمل ايه؟ ما عندكش مشكله، خد ال 200 جنيه انا هاخد الموبايل. طب ليه اخد الموبايل ب 200 جنيه؟ لان انا شايف ان الفاليو بتاعت الموبايل اكبر بكتير جدا من الفاليو بتاعت ال 200 جنيه. فالبوينت كلها العميل يجي لك امتى؟ لما يحس ان هو لما هيديك الفلوس دي انت هتديله فاليو اكبر من الفلوس دي بكتير جدا. فاحنا بنحاول دايما في كل حاجه احنا بنعملها ان احنا نقول هو ايه هي الفاليو اللي انت بتقدمها قصاد الفلوس اللي انت بتطلبها من العميل بتاعك. دايما انا بقولها في كل حاجه وفي كل البرودكتس بتاعتي، بقول ان انا بحاول اقدم 10 تايمز الفاليو. يعني انا لو ببيع لك كورس ب 10000 جنيه فتكلفه الكورس او الفاليو بتاعت الكورس دوت اكشولي اللي هتعود عليك هي مور ذان 100000 جنيه. ليه؟ لان انا ببقى شايف انك انت القيمه اللي انت هتاخدها ديت لما تبدا ان انت تمبلمنت كل حاجه موجوده في الحاجه ديت هيبدا الموضوع يرفلكت عندك بشكل كبير جدا. ليه؟ ان انت حياتك هتتغير نتيجه للمعلومات اللي انا اديتها لك. المعلومات ديت انا اصلا عملت جراسبنج ليها من different sources of knowledge، كل واحد فيه دفعت فيه آلاف مؤلفه. فالبوينت كلها ان انا عشان اجمع لك كل المعلومات ديت بالريسورسز المختلفه بالفاليوز المختلفه، فاديتك فاليو. الفاليو ديت قصاد ان انت تاخدها بالشكل اللي انا عامله دوت هي القيمه بتاعتها الاساسيه مور ذان 100000 جنيه. عشان كده ببيعها لك ب 10000 جنيه. ببيعها لك ب 10000 جنيه ليه؟ عشان انت تبقى ويلنج ان انت تيجي عندي وتقول لي والله انا ما عنديش مشكله ان انا ادفع ده، لان انا شايف ان القيمه اللي انت بتديها اكبر بكتير جدا من الفلوس اللي انا محتفظ بيها معايا. طيب في كتابه أليكس هرموزي كتاب اسمه 100 مليون اوفرز. الكتاب ده من الكتب القويه جدا جدا اللي بتتكلم على كونسبت ازاي تخلي الاوفر بتاعك قوي جدا بحيث ان العملاء يحسوا ان هم اغبياء ان هم ما استفادوش من الاوفر ده. كان بيتكلم على معادله مهمه جدا. المعادله ديت بتقول ان دي بنسميها الفاليو ايكويشن. الفاليو ايكويشن لو انتوا جبتوا الكتاب هتلاقوا في صفحه 56. الفاليو ايكويشن فكرتها ببساطه جدا ان هو بيقول لك ان انت محتاج عندك الدريم اوتكم في او يعني هي عباره عن معادله فيها بسط ومقام او دومينيتور ونومينيتور. البوينت كلها ان بيقول لك ان فوق المعادله كلها عشان اقدر احقق اعلى فاليو فانا محتاج اعمل ايه؟ بشوف ايه الدريم اوتكمز والعميل بتاعي نفسه يحقق ايه اللي هو محتاجه مضروب في ايه؟ في ال perceived likelihood of achievements اللي هو هيوصل لها او هيحققها. اوكي؟ طيب تحت ايه؟ هو عايز التايم ديلي فاقل وقت ممكن عايز يحقق الاتشيفمنتس ديت، والافورتس او الساكريفايز هو مش عايز يحقق efforts او sacrifice علشان يحقق او يوصل للنتيجه ديت. طيب خليني اقول لك لو انا هديك تريننج كورس، الكورس دوت لمده 3 شهور وبعد الكورس دوت تقدر ان انت تكسب خلال سنه مثلا مليون جنيه. بعديها اقول لك لا والله انا هديك كورس لمده سنتين، الكورس اللي لمده سنتين دوت هتبدا ان انت تشتغل عليه وتطبق على حاجات، تبدا ان انت تشتغل معايا ثرو سيستم كامل، والسيستم دوت هتبدا ان انت بعد ما هتتقنه تقدر ان انت بعد كده تحقق ملايين على اللونج ران. ايه اللي بالنسبه لك هتبقى احسن ان انت تختاره؟ 90% من الناس يختاروا الكورس 3 شهور اللي هيحقق لهم مليون جنيه في سنه. ليه؟ لان الناس عايزه كويك وينز، عايز يحس ان هو حقق نجاحات سريعه في وقت قليل. هو ده البوينت.
ان هو حط ليه تحت في المقام التايم ديلي والساكريفايز والافورتس، لان الناس ما بتحبش الافورتس، ما بتحبش انها تعمل ايفورت عشان توصل لحاجه، او بتحب الافورتس البسيطه القليله اللي في الاول اللي تبدا انها تحقق لهم نجاحات، وما بيحبوش الوقت الطويل. يعني بقول لك مثلا تعالى هديك حاجه لمده سنتين، الناس ما بتحبش الحاجه اللي على لونج تيرم او الحاجه اللي وقتها طويل. فعشان كده الحاجتين دول دايما لما تحاول انك تقللهم في الحاجه اللي انت بتديها هيديك فاليو كبيره جدا. على عكس دوت ان انت تبدا ان انت تعظم لهم في الدريم اوت كم بتاعهم، هم هيحققوا ايه ريليتد للحاجه اللي انت تديها لهم، وحاول فعلا الحاجات دي تبقى حقيقيه. يعني انا لو حد داخل معايا في الانتيريور ديزاين، فالتريننج بتاع ديزاين لايك كريزي هيقدر ان هو يحقق له حقيقه، هيقدر ان هو يعمل فول بروجكت كامل من اي تو زد خلال 3 شهور، هيفهم كل حاجه عن الانتيريور ديزاين والبروسيس كلها، وهيقدر ان هو يعدي ثرو بروجكت كامل يطلعه كامل من كل التفاصيل بتاعته بكل اللوحات بتاعته. وانس ان انا قلت لك كل اتشيفمنتس اللي انت هتطلعها وعرفتك ايه الدريم اوتكم اللي انت نفسك تحققه او اللي انت نفسك توصل له، هنا انا عملت دبلنج للفاليو. وانا بقول لك في 3 شهور والافورتس والساكريفايس بتاعتك هو ان انت هتطبق بس على الاكزامبلز وتذاكر وتطبق معايا. ده كده الافورتس اللي انت هتعملها خلال المراحل ديت تقدر انت تطلع بروجكت كامل. فده الريل فاليو اللي انا اديتها لك، او الريل فاليو اللي انا بطلب على اساسها قيمه. القيمه ديت هي 10 تايمز الفاليو اللي انا بديها لك. فلو انت قدرت انك تحقق المعادله دي في اي بروجكت او اي برودكت انت بتعمله، سواء بقى برودكت انتيريور ديزاين از سيرفيس او البرودكت نفسه بتاعك اللي انت هتبدا ان انت تحققه، سواء بقى انت كنت شغال في اي فيلد، ركز في المعادله دي. المعادله دي تفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. وانا بريكومند ان انت تقرا الكتاب دوت، one of the best books او يعني كمان I think Amazon best seller حاجه زي كده. بس من القيمه اللي موجوده جواه قويه جدا جدا جدا، وفرقت مع ناس كتير جدا جدا في الاوفرز بتاعتهم، ازاي تكريت اوفر سو جود people feel stupid saying no. فاي هوب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب، وتعمل فولو للبيج على فيسبوك وانستجرام، وتابعنا عشان تشوف كل الفيديوز الجديده اللي بتنزل. وبالتوفيق.